السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، قلت إن المصلي يدخل إلى الصلاة بفرضين وسنة. نعم. فماذا تقصد؟ الفرض الأول هو النية، والفرض الثاني هو تكبيرة الإحرام، أما السنة فرفع اليدين. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. قل لي، من أي العرب أنت؟ من ولد المطلب بن شافع. وهل جئت من مكة أم المدينة؟ جئت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أتعرف مالك بن أنس؟ جئت من عنده. أو نظرت في كتابه الموطأ؟ أحفظه كاملا. ما شاء الله ما شاء الله. وما القصد من مجيئك إلى بغداد؟ دع لي فرصة السؤال قبل أن أجيبك. من أنت؟ أنا محمد بن الحسن الشيباني. سمعت عني؟ محمد بن الحسن. والله ما جئت العراق إلا لأراك أنت وصاحبك أبا يوسف. الحمد لله، كم أنا سعيد بهذا اللقاء. وماذا تريد مني؟ فقه الرأي كما تركه الإمام أبو حنيفة النعمان. هل رتبت لإقامتك في بغداد؟ ذلك شيء هين، فأرض الله واسعة. المهم أنني والحمد لله التقيت بك، ولعلك تعرفني على صاحبك أبي يوسف. أفعل إن شاء الله. هيا بنا يا أخي إلى داري، وكم يسرني أن تكون ضيفي في بغداد. هيا. جزاك الله خيرا. تقبل الله يا نفيسة. منا ومنكم صالح الأعمال. نساء ورجال من مصر يريدونك في حاجة. لا أكاد أخلو بنفسي حتى أجد من يأخذني منها. جاءوا في قضاء حاجة، أليس قضاء حوائج الناس عبادة؟ هي أفضل العبادة يا إسحاق، هي كذلك. هيا بنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما كل هذا النعيم الذي تعيش فيه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا تنسى قول الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأنا لا أخشى السؤال عن النعيم، فكل ما تراه من كسب حلال وأدي زكاته كما شرعها الله. ألا تخشى أن يصرفك هذا النعيم عن السعي للآخرة؟ لقد رأيت علماء الحجاز يعيشون على الكفاف ويقنعون بأيسر مطالب العيش. وأنا أختلف معك في ذلك يا شافعي، فالعالم إذا أمن معاشه انصرف إلى طلب العلم لا يشغله شيء. هذا أول ما نختلف عليه. قل لي، ما الذي كنت تعيبه على الفتى الذي كان يصلي في المسجد والذي كان سببا في تعارفنا؟ أعيب عليه العجلة في أداء الصلاة، فهو لا يطمئن في الركوع والسجود ولا يتدبر ما يقوله من آيات الله. الحق معك في ذلك. وأعيب عليه أيضا أنه كان لا يرفع يديه عند التكبيرة في كل ركعة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لقد تناقشنا في هذه المسائل كثيرا مع شيخ الإمام أبي حنيفة، واتفقنا على أن ترفع اليدان في الدخول إلى الصلاة وليس في كل ركعة. على أي حال، هو اختلاف في التفاصيل لا يمس الجوهر، وربما كان نوعا من الاجتهاد يعكس رحابة الفقه الإسلامي ويهدف إلى التوسعة والتيسير. قل لي، أهذه أول مرة تزور فيها العراق؟ نعم.
فلتأخذ اليوم قسطا من الراحة، وغدا نخرج معا إلى بغداد. سوف تبهرك بقصورها وبساتينها ومساجدها. أول ما أود زيارته في بغداد قبر الإمام أبي حنيفة، ثم الصلاة في مسجده المجاور لقبره. أتقدر مكانة الإمام إلى هذا الحد؟ الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. صدقت يا شافعي، صدقت. لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت صحيفة. الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تقبل الله يا شافعي، تقبل الله. تقبل الله منا ومنك. هذا أول اتفاق بيننا، وأرجو ألا نختلف في بقية المسائل. لا أدري ماذا تقصد. رأيتك تصلي ولا ترفع يديك في كل ركوع وسجود، ترفعهما فقط في تكبيرة الإحرام، أي أنك أخذت بمذهب أبي حنيفة وتركت رأيك. ما أخذت به، وما زلت أختلف معكم في كثير مما تقولون، ولكنك بدأت طريق الاقتناع، وأول الغيث قطرة ثم ينهمر. ما بدأت الطريق مثل ما تقول. أليس فيما فعلته ما يخالف رأيك ويأخذ بالمذهب الحنفي؟ يخالف رأيي، ولكني لا آخذ برأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. عجيب أمرك، لا تقتنع بمذهبه وتأخذ به، وما يدفعك إلى ذلك؟ كل ما في الأمر نحن نصلي في مسجد أبي حنيفة، وإني لا أستحي أن أخالفه وأنا أصلي في مسجدي. كيف وجدت بغداد؟ مبانيها هائلة، وبساتينها رائعة، ومساجدها شامخة. أعجبتك يا شافعي؟ أعجبني الظاهر منها، ولكني أخاف الباطن. هل ترى المدن لها ظاهر وباطن يا شافعي؟ نحن نرى المصلين في المساجد ولا نرى الفساق في المواخير. بغداد إن كنت لا تعرف عامرة بالصوفية المنقطعين للعبادة، وزاخرة بالعلماء الذين يناقشون مسائل الدين في مجالسهم. أما سمعتهم بعد صلاة العصر يتحاورون في المسجد؟ ليست كل مسائل الدين مطروحة للنقاش، وهذا ما أثار مخاوفي. هم يناقشون ما يدور برؤوسهم. الإمام مالك يرفض هذا الجدال، ويقول: كلما جاء رجل أجدل من صاحبه بدلنا هذا الدين وغيرناه. هم على أي حال جماعة محدودة لا تأثير لها، وليس مثل هذا النقاش شائعا في المساجد. أرجو أن يكون الأمر كما تقول. هي شرارة عابرة سرعان ما تنطفئ، فلا تشغل نفسك بهذا الأمر. أخاف أن تزداد هذه الشرارة اشتعالا إذا وجدت من ينفخ فيها.
إسحاق، هل تأذن لي في الاستماع إلى درس الإمام مالك؟ أنا أجلس في الغرفة المجاورة ومعي ابنته فاطمة وحمدة زوجة الشافعي. لو منعتك عن العلم لكنت جديرا بأن أكون ابن جعفر الصادق. نفيسة، منذ تزوجنا ما منعتك أبدا عن هذا الدرس، فلما هذا السؤال الآن؟ إنما تستأذن المرأة زوجها كلما تخرج من الدار. لا عليك يا نفيسة، ولكن أرجو منك أن تأخذي معك ما تفطرين عليه. أنت صائمة وآذان المغرب يحين وأنت في درس الإمام مالك. أنا لا أتعجل الإفطار. نعم، ولكن السنة في التعجيل. تكفيني جرعة ماء حتى أعود إلى الدار. ولما لا تأخذين معك ولو كسرة من الخبز؟ أخاف أن يشعر الحاضرون أنني صائمة. وماذا في ذلك؟ تقول رابعة العدوية: أخفوا حسناتكم كما تخفون سيئاتكم. أنا سعيد بذلك يا نفيسة، ولكني أشفق عليك عندما أراك شاحبة الوجه. أنت تجهدين نفسك في قيام الليل وصيام النهار. أسأل الله أن يتقبل مني. ارفقي بنفسك يا نفيسة، إن لبدنك عليك حقا. أرفق بنفسي عندما ألزمها العبادات، وأعطي حق بدني عندما أحرمه على النار. إسحاق، حان الوقت لدرس الإمام مالك. أذهب معك لأرافقك في الطريق. هيا. قل لنا يا إمام، ماذا تعني التكاليف في الإسلام؟ التكاليف في الإسلام قسمان: قسم يتصل بالعبادات وهي العلاقة بين الإنسان وربه، وقسم يتصل بالمعاملات وهي العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض. فأما العبادات كالصلاة والصوم والحج وغيرها فيؤديها الإنسان كما وردت دون أن يلتفت إلى دواعيها وبواعثها. ليس له أن يقول: لماذا كان الظهر 4 ركعات وليس 2 أو 3؟ ولماذا نصلي بهذه الصورة وليس بغيرها؟ وهكذا وهكذا. أما المعاملات فقد أوجدها الشارع لمصلحة العباد، فإذا لم نجد النص الذي يطلب معاملة بعينها أو ينهى عنها أخذنا بما فيه مصلحة الجماعة، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وعملا بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بالله عليكن يا أخواتي، اكتبن لي دروس الإمام مالك بعد اليوم حتى لا يفوتني منها شيء. هل تنوين الانقطاع عن الدروس؟ لا، بل أنوي الخروج لأداء فريضة الحج هذا العام. ما زال الوقت طويلا قبل موسم الحج. الوقت طويل والطريق بعيد. إنما تقطعها الدواب في 1 أيام. هذا إن كانت هناك دواب نركبها. هل تنوين الذهاب إلى الحج ماشية على قدميك؟ أسأل الله أن يعينني على هذا. لما لا تشفقين على نفسك يا نفيسة؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. صدق الله العظيم. وقال أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أعرف ما تقولان، ولكني أستحي أن ألقى الله ولم أمشي إلى بيته ولو مرة واحدة. ترفقي بنفسك يا نفيسة. تهون المشقة في سبيل الله، أمامنا عقبات وعقبات.
لا ينجو منها إلا الفائزون. وما أخبار الشافعي يا حمدة؟ الحمد لله، يبعث إلينا بالرسائل ونبعث إليه. تجيئها رسائله كل بضعة أيام مع القادمين من العراق. إنه لا يطيق صبرا على فراقها. أبعث إليه بأخبار ولدنا عثمان وما ينطقه من كلمات، ولكن أكثر ما يطلبه هو الاطمئنان على أمه والتوصية بها. الأم يا حمدة هي أولى الناس بالرحمة والاهتمام، وهذا من فضل الله على الشافعي ورحماته وبركاته عليكم. أسأل الله لها العافية، فهي معتلة الصحة وساءت حالتها بعد سفر الشافعي. كيف حالك الآن يا عمتي؟ الحمد لله يا ابنتي. إذا حمد العبد ربه قبل الشكوى لم تكن شكوى. آتيك بالشراب الذي يخفف عنك ضيق الصدر. ما عاد شيء ينفع. لا تقولي ذلك يا عمتي، لقد أرسلت أستعجل الطبيب وسوف يجد لك دواء آخر. أنا لا أخاف الموت، كل ما يفزعني حال الشافعي إذا ما بلغه موتي. أخاف عليه أن يشغل الهم قلبه فينصرف عن الدرس. بالله عليك لا تقولي ذلك، هي حالة عارضة وسرعان ما تذهب. لابد أنه الطبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلني الشافعي بهذه الهدية من العراق ليطمئن عليكم. نحن بخير، كيف حاله؟ على أحسن حال، يقضي وقته مع العلماء في بغداد. وفقه الله فيما يقصده. شكرا لك. عفوا يا أختاه، طلب مني الشافعي أن ألتقي بأمه ليطمئن عليها، أبلغيها بذلك. هي نائمة الآن، تفضل أن تستريح قليلا عند الظهيرة. حسنا، سأعود في المساء لأراها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابنتي، كيف يراني وأنا على هذه الحال؟ سوف يلحظ الرجل مرضي فينقل ذلك للشافعي فينشغل به وينصرف عما هو فيه. الرجل يلح في طلب مقابلتك كي يطمئن عليك كما أوصاه الشافعي. أخبريه أنني ذهبت لزيارة بعض الأقارب. أخشى أن يثير ذلك الشكوك في نفسه فيعرف الشافعي. وهذا ما أخشاه أنا أيضا. وربما سمع بأمر الطبيب الذي أرسلت في طلبه. لذا عليك يا حمدة أن تبلغ الطبيب أننا لسنا في حاجة إليه في الوقت الحاضر. ولكنك في أشد الحاجة إليه. أنا لا يهمني أمري، يهمني الشافعي. لابد أن نبعث الاطمئنان في قلبه. سأحدث الرجل بما يبعث الاطمئنان في قلبه. جاءني خاطر يا حمدة يبعث الاطمئنان في قلب الشافعي. ائتيني على الفور بدقيق وزيت وسكر. ماذا تصنعين بها؟ سوف أصنع نوعا من الحلوى يعرف الشافعي أنه لا يصنعه غيري. حلوى؟ تصنعين حلوى وأنت في هذه الحال؟ يعلم الشافعي أن هذا النوع من الحلوى يتطلب وقتا وجهدا، فإذا ما وصلته الحلوى استبعد مرضي واطمأن إلى سلامتي. يا عمتي لا تحملي نفسك فوق طاقتها. فوق طاقتي أن أصرف الشافعي عما سافر من أجله. هيا يا حمدة، أحضري ما طلبته منك وسوف أنهض لصنع الحلوى ليأخذها الرجل معه
عندما يعود إلى ولد الشافعي. صاحبكم يقرئكم السلام ويسأل عما فعلتموه. مرحبا يا سمعان، أتممنا صناعة 5 سروج، السرج الواحد بداخله 20 حديثا موضوعا. وسوف توضع هذه السروج على الخيول لتنطلق بها إلى أعواننا في الشرق والغرب، ينشرون هذه الأحاديث الموضوعة بين الناس. 100 حديث أحسننا إعدادها، سوف تسري بين الناس كما تسري النار في الهشيم. ولسوف نواصل إعداد غيرها، ما هي إلا أسابيع ونجهز سروجا أخرى محملة بالخير. صاحبكم يطلب منكم التوقف مؤقتا عن وضع هذه الأحاديث. ماذا؟ نحن نتعجل إفساد هذا الدين، فكيف نتوقف؟ فلندع ما وضعناه من أحاديث موضوعة تحدث تأثيرها بين الناس، ونتجه إلى مجال آخر. صاحبكم سمع عن محاورات ومجادلات بين علماء المسلمين ويريد أن يفيد منها. لا نفهم ماذا تقصد. تدور الآن بين علماء المسلمين حوارات ومجادلات حول مسائل العقيدة، وصاحبكم يريدكم أن تشاركوا فيها. من هو صاحبنا هذا؟ نسمع به ولا نراه ولا نعرفه. اتفقنا على ألا تسألوا عنه، وعليكما فقط تنفيذ ما يطلب. وماذا يطلب هذه المرة؟ بعض علماء المسلمين تدور بينهم محاورات حول الجبر والاختيار. الله عندهم هو خالق كل شيء، خالق كل شيء، خلقهم وخلق أفعالهم، فلماذا إذن يحاسبهم على هذه الأفعال؟ أجل، سمعت بحديث كهذا في أحد المساجد ولم أفهم منه شيئا. والعبد لا يستطيع تغيير إرادة الله، فلماذا إذن يكون الثواب والعقاب؟ تسألني أنا؟ يسألني أنا وأنا لا أفهم شيئا. ولا أنا. أدام الله عزك يا راشد. بالهنا والشفاء. جميل. يا غلام، الفاكهة. وفاكهة مما يتخيرون. تحسن الاستشهاد بكتاب الله يا بشر، وأنت لا تحسن شيئا يا سعيد، بل يحسن تناول الطعام. لقد أتى على الحمل كله ما أبقى لنا غير العظام. هل انتهيت من ترجمة كتاب المنطق لأرسطو يا سعيد؟ ما بقي غير 3 فصول. وما يمنعك من إتمامها حتى ينتفع الناس بهذا الكتاب؟ يمنعني ضيق ذات اليد. نفد المال الذي أشتري به الأوراق. أنت لا تشبع. أعطيتك 100 دينار قبل أسبوع واحد، ألا تكفيك لشراء الأوراق؟ تكفي شراء الأوراق، لكنها لا تكفي من يترجم ومن ينسخ. لك عندي مثلها عندما تنتهي من ترجمة هذا الكتاب. لقد قرأت بعض ما ترجمه،
يؤكد أرسطو أن العقل هو أساس الحكم على كل الأشياء، وهو الذي يحدد الحسن والقبيح، بما فيها الدين، وأولها الدين. هناك أسئلة كثيرة في مسائل الاعتقاد ينبغي للعقل أن يبحث عنها. السؤال الذي يشغلني وأود الإجابة عليه: أيقع الذنب بمشيئة العبد أم بمشيئة الرب؟ لو أجبر الله الخلق على الطاعة ما استحقوا الثواب، ولو أجبرهم على المعصية ما استحقوا العقاب. ولو أهملهم لكان ذلك عجزا في القدرة. ما يشغلني هو مسألة القرآن. يجب أن نقيم الدليل على أن القرآن من مخلوقات الله، وليس أزليا أبديا كالله نفسه. ليس من الأنسب أن نخوض في هذه المسائل التي لا نصل فيها إلى شيء، بل نصل إذا أعملنا العقل وحكمناه. هذه المسائل لا إجابة لها، طريق لا آخر له، علينا أن نسير فيه حتى نهايته. كل ما له بداية له نهاية. ما زلت مصرا على رأيي، هذه مسائل لا طائل من ورائها إلا إثارة الشكوك في العقيدة وزعزعة الإيمان. هذا كلام أصحاب الحديث، يعجزون عن الإجابة فيحرمون السؤال. وليتهم يتركون غيرهم يدرس ويفكر، ولكنهم يحاولون إثارة الخليفة والأمراء علينا. علماء الحديث يثيرون الجميع ضدنا، إنهم يصرون على تغييب العقل، فإذا غاب العقل سيطروا على العامة والخاصة دون أن ينازعهم أحد. مبينة للقرآن الكريم، مفسرة لأحكامه. أما التفسير فمن ذلك قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك، ولولا ذلك لهلك الناس. الحمد لله الحمد لله. كذلك جاءت السنة مفصلة ومبينة لأحكام القرآن، كما هو الشأن في كيفية الصلاة ونصاب الزكاة ومناسك الحج. عفوا يا إمام، يدور في خاطري سؤال أود لو أعرف الإجابة عليه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف يكمل هذا الدين إذا كان هناك شيء لم يرد بيانه في القرآن الكريم؟ بل جاء بيان كل شيء في كتاب الله، لأن الكتاب أحالنا إلى السنة نستكمل من خلالها الأحكام. يقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أحسنت يا إمام وصدقت. لي سؤال يا إمام. تفضل. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن على العرش استوى. فكيف استوى الرحمن على العرش؟ الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، فلتخرج من المجلس. اخرج اخرج اخرج. الرجل يسأل: يا إمام، ما أغضبك إلى هذا الحد؟ هذه الأفكار عن ذات الله وصفاته والجبر والاختيار وخلق القرآن بدأت تتردد بين الناس في الحجاز وبغداد، وصارت مدار حديثهم. وماذا يضيرنا لو أجبنا عنها؟
المسلم العاقل يسلم بما جاء عنها في كتاب الله تسليما مطلقا، لأن السؤال عنها لا يصل إلى إجابة، وليست له ضرورة تتصل بمصالح العباد. كل ما يمكن أن يفعله هو إثارة الشكوك في العقيدة وتحريك الخلافات بين المسلمين. ألا تكف عن عناء المطالعة في هذه الكتب؟ عندما أبدأ النظر في كتاب لا أستطيع أن أتوقف حتى أنتهي منه. كم أغبطك على ما تملك من صحف يا أبا الحسن. هذه الصحف كلها أملاها علي أبو يوسف عن المذهب الحنفي، وعندما تلقاه سوف تجد ما في رأسه أضعاف ما في هذه الكتب. لا أريد أن أجلس إلى أبي يوسف حتى أعلم كل ما يدور في رأسه من مسائل الفقه الحنفي. متى أحدد لك معه موعدا هو يعقد مجالسه في داره كل يوم؟ لا تحدد لي موعدا حتى أقول لك، لأني لا أحب أن أذهب إليه مستمعا، بل محدثا ومستمعا. إذا دعك من هذا الكتاب ولنتحاور في مسألة نختلف فيها. أي مسألة؟ قل يا أبا الحسن، فما أخصب الحوار معك. اسمع، لو أن رجلا اغتصب قطعة أرض وأقام عليها بناء ثم جاء صاحب الأرض يطلبها، فبما تحكم؟ أمر المغتصب بإزالة هذا البناء في الحال وتسليم الأرض إلى صاحبها كما كانت، فهذا حقه الصريح. لا بأس. لو أن رجلا اغتصب لوحين من الخشب واستخدمهما في بناء سفينة ثم أبحر بها في عرض البحر، ثم جاء صاحب اللوحين يطلبهما، فبما تحكم؟ أنتظر حتى ترسو السفينة في ميناء قريب، ثم أنزع اللوحين وأعطيهما لصاحبهما. ولما لا تنزع اللوحين وتعطيهما لصاحبهما على الفور كما أزلت البناء من الأرض؟ أليس هذا هو حقه الصريح؟ لو أن القياس واحد في الحالتين لنزعت اللوحين من السفينة وهي في عرض البحر وسلمتهما لصاحبهما. القياس الواحد يكون في الأمر الواحد، ولكن الحالين هنا مختلفان. كيف؟ لو أن صاحب الأرض لم يغتصبها وأراد أن يهدم البناء فيها، هل نستطيع أن نمنعه؟ لا، هذا حقه. ولو أن صاحب السفينة لم يختلس الألواح التي وضعها فيها وإنما كانت ملكه، وأراد أن ينتزع هذه الألواح من السفينة وهي في عرض البحر، هل تسمح له بذلك؟ لا طبعا، هذا حرام، لأنه يعرض حياته وحياة ركاب السفينة للخطر. أعرفت الآن أن القياس ليس واحدا؟ ما أعجبك يا شافعي، وما أعجب قدرتك على المناقشة والمجادلة. أثق أن أبا يوسف سيسره أن يلقاك وأن يتحاور معك. هل بقي شيء من أمور الخلافة؟ في الحاضر كل شيء على ما يرام، أما المستقبل فالله أعلم به. ماذا تقصد يا فواز؟ الناس اليوم في هناء ورخاء، ما بقي أمير المؤمنين أطال الله عمره. إنما يهمني ما يحدث في زمني وليس ما يحدث بعدي. كيف ذلك يا مولاي الهادي؟ أنت تحاسب عن نفسك وعن من توليه الإمارة بعدك. ولاية العهد لأخي هارون. لا أعيب مولاي هارون الرشيد،
لكني أخاف ألا يكون مستعدا للخلافة عندما تصير إليه. وما الذي ينقصه؟ همه في اللهو ولا يطيق أمور الحكم. ولكن أبي المهدي ولاه وأخذ له العهد من بعدي. صار الأمر إليك يا أمير المؤمنين، وأصبح من حقك أن تختار من يخلفك. ومن يخلفني غير أخي هارون الرشيد؟ ولدك جعفر، أولادكم أكبادكم تمشي على الأرض. ولكن ولدي جعفرا لا يزال صبيا، لم يبلغ الحلم بعد. ما أسرع ما تمر السنون وينهض بالأمر. كأنك تريدني أن أخلف عهدي لأبي، تريد الوقيعة بيني وبين أخي هارون. اخرج، أحذرك أن تعاود هذا الحديث مرة أخرى. الأمر لأمير المؤمنين على كل حال. انتظر. هب أنني أخذت برأيك الطائش، فكيف أتجنب الصراع مع أخي هارون؟ لو أنك أعطيت هارون ما يطلب من الدنيا لزهد ولاية العهد وتنازل عنها لولدك. وكيف يبايع الناس ولدي جعفر بولاية العهد بعد أن بايعوا هارون؟ بعدما يتنازل عنها هارون لا يجد الناس غير جعفر. وما أدراك أن هارون يتنازل؟ وهل طالبه مولاي بالتنازل ورفض؟ لعله ينتظر ذلك ويرحب به. اذهب الآن، لا جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا عما تثيره في نفسي من أطماع وشكوك. اذهب. هذا محمد بن إدريس الشافعي من علماء الحجاز، وهو يود أن يشاركك مجلسك يا أبا يوسف. تفضل. تفضل. عالم من الحجاز؟ بل طالب علم من أهل الحجاز. مرحبا بك. قلنا في دروسنا السابقة إن شيخي أبا حنيفة أعطى المرأة البالغة العاقلة ولاية أمر زواجها، وهي مسألة أختلف مع شيخي عليها. فأنا أرى أن الولي لابد أن يتولى زواج المرأة. إني لا أعلم كيف يقع أبو حنيفة في مثل هذا الخطأ. يا شيخ، علينا أن نتحقق من رأي أبي حنيفة بمختلف جوانبه ونناقش حجته قبل أن ننسب إليه الخطأ. كيف ذلك؟ يقول أبو حنيفة إن المرأة إذا تولت أمر زواجها فهذا أمر غير مستحب، ولكن كلامها نافذ في حدود سلطانها. هذا لا يكفي تصحيحا لرأيه. كذلك يشترط أبو حنيفة أن يكون زوج المرأة كفءا لها، والمهر مهر المثل، فإن جاء الأمر على خلاف ذلك جاز لوليها إبطال هذا الزواج. ذلك صحيح يا شافعي. فكأن أبا حنيفة لم يعطي المرأة حرية مطلقة في اختيار زوجها، بل قيدها بشروط يراها وليها، وإلا أبطل هذا الزواج. ولكنه يعطيها الحق في عقد الزواج وحدها. بل حق مشروط، كأن أبا حنيفة قد أخذ منها ما أعطاه لها. كيف عرفت هذا كله عن الفقه الحنفي؟ ترك لي محمد بن الحسن خزانة كتبي، فما تركت صفحة إلا قرأتها. وكيف ترى الفقه الحنفي؟ أتفق معه وأختلف. حدثنا عن بعض مسائل الاختلاف. تقولون إن من يضحك في الصلاة تبطل صلاته ويعيد وضوءه. وماذا في ذلك؟ أولا إن الضحك ليس من نواقض الوضوء. ثانيا لو أن هذا المصلي في أثناء صلاته قذف محصنة فهل يعيد الصلاة ويعيد الوضوء؟ بل يعيد الصلاة فقط. قذف المحصنات عندكم أهون من الضحك في الصلاة. ما أعجبك يا فتى؟ وما أقدرك على الحوار والمناقشة؟ هذا المجلس ينعقد في داري بعد صلاة العصر. كم أود
أن أسمع منك وأحاورك.